داود، نائب مسؤول المكتب السياسي في المنظمة الآثورية الديمقراطية. طبعا الأحداث الأخيرة اللي حصلت ما بين قوات الأسايش وحدات حماية الشعب التابعة للإدارة الذاتية من جهة، وقوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري من جهة أخرى، استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وفي أماكن التجمعات السكنية والمكتظة بالسكان، مما خلق رعب لدى الأهالي وأفقدهم الثقة بالاستقرار والاطمئنان والأمان. نحن في المنظمة الآثورية الديمقراطية نؤمن بمبدأ حل كافة القضايا بالنهج السلمي السياسي، وليس عن طريق العنف وعن طريق استخدام السلاح. من هذا المنطلق إننا ندين أولا هكذا صراعات تحصل داخل المدينة، خاصة نحن في هذه المحافظة وهذه المدينة شعوب متعددة، عرب وأكراد وسريان آشورين وغيرهم، عاشوا في هذه المنطقة مئات السنين لا بل آلاف السنين سوية، بنوا هذه المنطقة سوية، عاشوا في حال سلم وتعايش مشترك بأبهى صوره الاجتماعية وبكافة المجالات. اليوم المطلوب أن نحافظ على مسألة السلم الأهلي ونعززه، وكذلك نحافظ على مسألة العيش المشترك، قيم وقواعد العيش المشترك، من خلال تقبل الآخر، من خلال حل المشاكل بالحوار البناء، لنحافظ على هذا النسيج ونمنع مسألة الفتنة أن تدخل فتنة لتمزق المجتمع أفقيا وشعبوليا. من هذا المنطلق نقول إن حل المشاكل الجزئية والمكانية في هذه المحافظة أو الأجندات لأي طرف من الأطراف لا يمكن أن تتم إلا من خلال حل وطني لكامل القضية السورية، وخاصة بعد أن مضى 5 سنوات على الثورة السورية. فالتضحيات التي قدمت ليست بالقليلة، فيجب أن تتوج هذه التضحيات من أجل الهدف الذي قامت من أجله، وهي الحرية والكرامة. من هذا المنطلق أننا نجد في المنظمة الآثورية الديمقراطية أن الحل الوحيد هو أن نعمل سوية الجميع كقوى وطنية وكل المكونات لبناء دولة ديمقراطية متعددة علمانية لا مركزية. بهذا يمكن أن نحقق كافة حقوق الإنسان أفرادا وجماعات، وأن نصل لأهدافنا المشتركة، وأن نحقق الحرية والكرامة، أن نحقق دولة المواطنة المتساوية لجميع أبناء المنطقة ولكل السوريين. الكل يعلم أن هناك تفاهمات ما بين وحدات حماية الشعب أو الإدارة الذاتية وما بين النظام، وهذا ليس سرا طبعا، ولكن هو الصراع اللي حصل هو من أجل توسيع مناطق نفوذ، كل منهما يسعى لتوسيع منطقة نفوذه في المنطقة، وهذا ما حصل أيضا وحسب ما سمعناه، وخاصة البيان الذي صدر عن الهيئة الداخلية